بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي، أعزكم الله. لي عظيم الشرف أن أقدم بين يدي جلالتكم مخطط التنمية المجالية من أجل تأهيل إقليم الحسيمة بوسطيه القروي والحضري خلال ال5 سنوات المقبلة، وذلك تنفيذا لأوامركم السامية الموجهة منذ 2 مضت لمختلف المتدخلين من حكومة صاحب الجلالة نصره الله وسلطات ومنتخبين، عملا بتوجيهاتكم السامية الواردة في خطاب جلالتكم ليوم 25 مارس 2004 بمدينة الحسيمة. ذلكم الخطاب الذي رسم خارطة الطريق لتنمية إقليم الحسيمة من أجل جعله قطبا للتنمية الحضرية والقروية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. عرف الإقليم منذ ذلك الخطاب التاريخي دينامية جديدة ذات وتيرة متسارعة في إنجاز عدة مشاريع تنموية مهيكلة أبرزت الإقليم كقطب جديد ذو جاذبية لتشجيع واستقطاب الاستثمارات والمشاريع التنموية المدرة لفرص الشغل، خاصة في قطاع السياحة والفلاحة والصيد البحري. ومن بين هذه المنجزات يا مولاي المراكز الاستشفائية المتخصصة، مطار الشريف الإدريسي، المحطة البحرية، السدود التلية، منطقة صناعية حديثة، محطات معالجة المياه العادمة، مطارح النفايات المراقبة، موانئ الصيد التقليدي، مع إيلاء عناية خاصة للفئات العمرية الشابة بإحداث ملاعب ومراكز رياضية وتهيئة فضاءات عمومية هامة، بالإضافة يا مولاي إلى بناء وترميم عدة مساجد بالإقليم. وقد حظي الشق الاجتماعي يا مولاي بمكانة خاصة من خلال المشاريع المتعددة والمتنوعة والمهمة المنجزة تحت رعايتكم، والتي كان لها الوقع الحسن في تنمية المداخيل الذاتية للأسر المعوزة سواء بالوسط القروي أو الحضري. شملت جميع الفئات العمرية من نساء وشباب وأطفال، بالإضافة إلى رعاية العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة. يرجع الفضل إلى هذه الإنجازات يا مولاي في إبراز الإمكانيات التي يتوفر عليها إقليم الحسيمة، والتي تجعله يلعب دورا إشعاعيا على واجهة البحر الأبيض المتوسط، تمكنه من تعزيز جاذبيته وتحسين مستوى عيش ساكنته. وتتمثل هذه الإمكانيات يا مولاي في رأس مال بشري برصيد حضاري ثقافي وتاريخي مهم تشهد عليه عدة مواقع أثرية بالإقليم، أهمها مدينة المزمة. خليج النكور الذي صنف من بين أجمل خلجان العالم، شريط ساحلي على امتداد 70 كيلومتر يضم عدة خلجان وشواطئ للاصطياف، منطقة جبلية فريدة تتكون من غابات الأرز وتضم جبل تدغين أعلى قمة جبلية على الريف، منتزه طبيعي يتميز بتنوعه الإيكولوجي على مساحة 4800 هكتار، ويحتوي على منطقة برية وأخرى بحرية، منتجات مجالية تقليدية متنوعة ومتميزة. ولا بد من التذكير يا مولاي أنه بالرغم من كل هذه الإمكانيات لا زال اقتصاد المنطقة يتسم بالموسمية نتيجة عدة إكراهات يعرفها الإقليم. حان الوقت لتجاوزها من أجل الإقلاع التنموي الشمولي الذي رسم في الخطاب الملكي السامي ل 24 مارس. وتتمثل هذه الإكراهات على سبيل الحصر قسوة المناخ في فصل الشتاء
المتميز بتساقطات ثلجية يصعب معها التنقل السلس، توزيع غير متوازن في التجهيزات والمرافق العمومية بين مختلف مناطق الإقليم، ندرة المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق القروية، صعوبة التضاريس خاصة بالمناطق الجبلية الوعرة، تعدد المخاطر الطبيعية من فيضانات وانجرافات التربة. هذا وتنفيذا لرؤية جلالتكم بخصوص الجهوية المتقدمة الرامية إلى تكريس اللامركزية في جميع التراب الوطني وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ قيم التضامن بين مختلف الأقاليم والعملات التابعة لجهات مملكتكم، فإن جهة طنجة طوال الحسيمة عازمة على الانخراط التام والفعال لتجسيد رؤية جلالتكم والعمل على وضع مخططات وبرامج تنموية وشمولية لكل إقليم في إطار منظور متكامل ومندمج لتجاوز الإكراهات والنواقص المشتركة بين جميع الأقاليم والعملات المكونة للجهة، وتثمين الخصوصيات والمؤهلات المحلية لترسيخ روح التكامل والاندماج بين مكوناتها. الله يبارك في عم سيدي. كما ألقى والي جهة